عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شوف القوة. فقال له: ثم ماذا؟ قال: جئناكم إما أن تسلموا وإما القتال إلى أن نلقى موعود الله. قال له رستم: وما موعود الله؟ قال: موعود الله من مات منا له الجنة ومن بقي فله النصر. شوف العزة يا أخي، واحد لوحده أقوى دولة في العالم في الوقت ده مع رستم في هذا المكان والجيش ده كله، وعلى الرغم من ذلك لا يهابه أبدا. فقال له: أمهلنا. شاف القوة رستم فقال له: طب أمهلنا، يعني نتشاور ما بيننا. قال: ماذا؟ أسيبكم كم يوم؟ يوم ولا 2؟ فقال له: على ما نرد عليك، يعني لما نكون الأمر والأمر شورى بيننا والشورى الزعماء والرؤساء. اسمع، شوف القوة. قال له ربعي بن عامر: لا أكثر من 3 أيام، أكثرها 3 أيام، سنة سنها لنا رسول الله ألا نترك مهلة للأعداء أكثر من 3 حتى لا يرتبوا صفوفهم ويعودوا عليه.